يا صباح السعادة والسكر الزيادة، صباحكم معطر بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا جالك النهاردة بوصفة الباتيه بتشكيلته الرهيبة. يا لهوي، باتيه تاني يا نودي؟ ايوه باتيه، وهعملهولك بطريقة اقتصادية وتشكيلة مفيش اسهل من كده ولا اطعم من كده. فطبعا هتقولي لي حضرتك فاتحة فرن؟ لا، انا مش فاتحة فرن ولا حاجة، انا فاتحة من البيت. فطبعا انا عارفة انتوا هتشجعوني وطبعا ان شاء الله هتشتركم وتكبروا لي القناه بقى. عايزين نبقلظها ونقلبظها كده زي ما انا مبقلظاكم ومقلبظاكم كده بالمعجنات والحلويات. يلا قومي تشجعي، وهنعمل الطريقه القمر دي بطريقه سهله وطريقه تشكيل مفيش اسهل من كده. طالع مورق وقطني وهش وبمقادير بسيطه، بدون بيض بدون لبن بدون سمنه بدون زيت. تعالي شوفي بس انت الاختراع اللي انا عاملاه، ويا ست ربنا كده هو يعني يطرح في ايدك البركه وتتك على اللايك الجميل وتتك على الاشتراك. يبقى كده ساعدتيني وانا ساعدتك ان انت هتقومي تعملي الوصفه القمر دي بنص كيلو دقيق. بصي مفيش اسهل من كده، ولا في اي قناه هتطلعهولك بالطريقه الجميله دي. حتى القنوات الكبيره والله العظيم يا جماعه شجعوني شجعوني، انا قناه صغنونه لسه مش عارفه اكبر. بيكم انتوا اللي هتكبروني. يلا هنشوف كده الطريقه ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وقومي يلا فرحي بيتك وولادك ودفي البيت كده في عز الشتاء اللي احنا فيه. احنا داخلين على امتحانات، حلو ده لو ولادك خدوه في اللانش بوكس. طريقة سهلة وبسيطة وطعمها تحفة ومش مكلفة وموفرة. يلا نسمي الله ونخش ونشوف الفيديو. طبعا هنا هنجيب نص كيلو دقيق. هنحط عليه باكت خميرة او معلقة كبيرة خميرة فورية. معلقة بيكنج باودر، معلقة صغننة يعني. هقولك برضو هنحطها ليه، بس هعرفك يعني بيكنج باودر ايه ميزته في المعجنات. عايزة تستغني عنه استغني، بس انا هقولك ده بيخلي المعجنات بالذات الطرية تفضل طرية، يعني بيدي طراوة كده في المعجنات. طبعا هنا هنحط معلقتين سكر كبار، معلقة ملح صغننة، باكت فانيليا او ربع معلقة فانيليا بتفرق برضو في المعجنات وبتدي طعم تحفة. هنحط معلقة لبن بودر، بيفرق في المعجنات. كل الحاجات اللي انا بقولك عليها دي سهلة، يعني حاجات بتعزز الطعم. طبعا ده كان عندي الخض اللي هو بتاع اللبن، اللي هو بعد اللي بنعمل الزبدة والقشطة كده بيطلع المية بتاعته او اللي هي بتبقى فيها قشطة دي. فكان متوفر عندي في الفريزر فانا حطيته. عايزة تحطي علبة زبادي حطي، عايزة تعجني بالمية كله مية دافية عادي، هيبقى طعمه تحفة وجميل ومش هيفرق ومش هيبان. لان كل الحاجات دي يا جماعة كانت متوفرة عندي فانا عملتها، لكن لو هي مش متوفرة هيبقى مية وبتاع ده ودقيق وخميرة. تمام، قولي تمام. طبعا هنا انا بعد ما بلم العجينة كده بسيبها شوية ترتاح قبل ما اشتغل فيها ولا اي حاجة. هسيبها 10 دقايق عشان طبعا تتسهل عليا. طبعا الرخامة، الناس اللي متابعاني في العجن انا بحب الرخامة، بتسهل عليا وبتساعدني بصراحة. عايزة تعجني في الطبق خليها هتبقى حلوة، بس بقى هقولك على الرخامة بتكون اسهل وبتاخدي راحتك كده في العجينة، تعرفي تجيبيها شمال ويمين. واهم شيء ما تنزليش بالسوائل مره واحده وتخلي العجينه تلزق معاكي في الاول كده، علشان طبعا إيه مع العجنه هتطرى، فاهمه قصدي. فهنا طبعا انا حطيت السوائل وبحط هنا الطبق بقى اللي فيه ميه اللي انت شفتيه ده. بقوم جايه بله بقى ايدي كده، ولو هي محتاجه ميه تبلي وتحطي. شايفين هي بتلزق فيه، كل ما بتلزق كده عجني ما تقلقيش خالص. اوعي تحطي دقيق، الدقيق هي كتر ما تحطي دقيق وترجعي تحطي تشيله وترجعي تحطي ميه، العجينه بتطلع معاكي بعد التسويه ولو باتت بتبرول بتبقى طعمها مش حلو. معلقه زبده بقى حلوه كده في نص العجن، وتقومي جايه دهنه بيها العجينه فردها كده. شايفين هي في ايديا لسه ملزقه خالص. طبعا انا هنا هبتدي اعجن ومش هقدر افصل الكاميرا برضو عشان طبعا هي هتبتدي تفرول منك كده. اعجني كل قطر العجن هيخليها تلم معاكي من غير ما تحط لها اي حاجه تلمها. قولي للعجينه تلمي احسن لك. خوفي العجينه اقول لها بقول لك ايه لما تلمتيش هلمك. فعاوزاكي تلميها كده، ايوه ايوه كده. طبعا هنا بقى وانت بتشديها كده تعرفي ان العجينه بتاعتك كويسه. شدت الفرده اللي انا بعملها وبشد العجين دي. طبعا كل ما تعمل معاكي عرق كده تعرفي ان العجن مظبوط، لكن لو قطعت منك يبقى هي لسه عايزه عجن. طبعا هنا حطيت حبه زيت بساط في ايديا، ما يجيش معلقه نطره صغننه كده عشان اعرف بس الم العجينه، لان انتوا شايفينها ملزقه، احنا عايزين عجينه طريه ملزقه بسيط.
طبعا هبتدي افرد واورقها كده وارجع افرد وقبل ما المها خالص عشان عين بقول عشان عشان اشتغل فيها. فطبعا هنا بقى هبتدي ايه المها واجيب طبق بقى. هنا خلاص هي تعرفي انها اتعجنت كويس، ان هي اللي فتحت منك العجينة فاتحة وملسة كده وناعمة. طبعا في العجن كان في معلقة خل ابيض عشان يديلك هشاشة برضو كده وتبقى العجينة بتاعتك قطنية وطويلة وطرية. مش عارفة انا بخرف ليه. طبعا نطرة زيت بقى على الوش ومن تحت كده عشان وشها ما ينشفش منك، وتبتدي تجيبي كيس تلاجة كده تفرديه عليها، وتجيبي بقى هنا فوطة وتقفليها. هتاخد ساعة بالظبط في التخمير. مستعجلة ايدي الفرن وطفيه وحطيها، لان احنا دلوقتي الجو برد فده هيساعدك على التخمير. طبعا شلت هنا الكيسة بعد عدى عليها ساعة، وهبتدي بقى اخرج الهواء منها وابتدي اشتغل فيها لانها لسه هتخمر في الصواني. اهم شيء في العجن تريح العجين، يعني ما بين الفترة والفترة تريح العجين 10 دقايق. يعني انا هقطعها وهكورها واسيبها 10 دقايق برضو إيه ترتاح. تمام، قوليلي تمام. ريحي العجين يريحك، فارتاحي كده وقومي يلا اعمليها وجربيها. طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وفي نفس الوقت انت داخلة على امتحانات، اعتمديها للامتحانات لولادك، لان طبعا هتعمليها يتحط في اللانش بوكس. انا بنتي طبعا عندها امتحانات بكرة، فانا خلاص انا عاملاها علشان طبعا الامتحانات انها تاخد منها كده وتدي لاصحابها برضو، وحاجة تفرحي بها بنتك او ولادك، يبقوا طولي رقبتهم كده قدام اصحابهم كده، عرفوهم ان امهم مبدعة يعني. وهنا طبعا انا بعمل لك الباتيه باشكال مختلفة. فيديوهات كتير انا عاملاها بكذا طريقة، الطريقة اللي تعجبك. بس انا هقولك انا شايفة الطريقة دي اسهلهم وجميلة وشكلها تحفة كده وشيك، يعني شكلها كده يشرف كده، واستحالة حد برضو يشك ان انتي اللي عاملاه. طبعا هنا انا قلت العجين ملزق، فانا حطيت حبة دقيق كده، فانا بصراحة هو ما كانش مستاهل. وتدهني ايدك بقى كده، صوابع ايدك كده زبدة خفيف خالص، وتبتدي تفردي هتلاقي العجينة فردت معاكي. والله فردة العجين بالزبدة الخفيفة دي اسهل من الزيت والحاجات دي، وبتطلع لك بنتيجتها في المعجنات تحفة. الزيت يا جماعة انا ما بحبوش، بحس انه بينشف لي العجينة. يعني بحس انه بعد عدى يوم، في ناس بتشتكي ان العجين بيبتدي يتمسك منك كده الباتيه، ما بيبقاش مورق، يعني بيبقى مورق وقطني وكله، بس تحسي فيه برولة كده. لكن العاملة دي بتخلي لك الباتيه لو بات قطني من غير ما يتحط في التلاجة ولا اي حاجة. طبعا هنعملها قرصة حلوة كده، وتقومي جاية من الجنب اللي هو اللي فوق ده زي ما انا عملتها، وتقومي حاطة الحشوة بتاعتك وتقفلي. شايفين انا هعملها لك مره واثنين وثلاثه عشان تشوفي الطريقه، وتبتدي تبرمي بقى كده وتقفلي، هي من نفسها هتقفل. وتحطي على الجهه اللي انت قفلتي عليها دي طبعا عشان ما تبانش بعد التسويه. القفله دي شايفين هي كمنها ملزقه، قفلت لوحدها. طبعا الصينيه تبقى اهم شيء تكوني دهنها دهنه زيت خفيفه كده. شوفوا هنا انا ما حطيتش دقيق بقى، لقيت الدقيق مش مستاهل. العجينه ما بتتفرد معايا بكل سهوله لانها طبعا معجونه كويس، مديها راحتها في العجن 10 دقايق تطلع معاكي عجينة جميلة. لو عندك عجان مش هتغيب معاكي دقيقة. فطبعا احنا مش كلنا عندنا عجان، فانا بسهل عليكي هنا ان انت تقومي تعمليها. ونص كيلو دقيق مش مكلف. شوفي عامل معايا 25 باتيهاية، يعني جميل وموفر. والحشوة اللي انت عايزاها اللي ولادك بيحبوها اعمليها. ممكن تعملي الحشوة دي عجوة بقرفة، ممكن تعمليها بتاع ده يعني جبنه رومي على جبنه موزاريلا على لانشون على زيتون، الحشوه اللي انت عايزاها. بس انا هنا ولادي بيحبوا الجبنه بالزعتر، لان دي جبنه بزيت، جبنه بزيتون. يعني هي العلبه بتاعتها مكتوب جبنه بالزيتون، فانا حطيت زعتر وحطيت زيت زيتون عليها طبعا عشان يخلي ريحتها وطعمها بصراحه والله العظيم جميله جميله جميله. يا ريت تجربوها بالطريقه دي، ولو عجبتك الطريقه وطلعت معاكي ناجحه اكتبي لي وعرفيني برضو ان انت جربي. بس أنا ان شاء الله ان شاء الله لو انت اول مره تعمليها هتبقي محترفه فيها. طبعا هبتدي اعمل بقى كده شقلبها، شقلب واقلب كده، ايوه شقلب اقلب بقى. شاطره شاطره يا نودي، اعملي يلا كده يا حبيبتي، يلا شطوره 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 شطوره، وملكيش بخت مع حد.
يلا عايزاك تجيبي لي كومنت حلو وتعليق يشجعني كده، ولايك جميل منك، واشتراك تعرفي ان انت اشتركتي عندي، عشان اعرف ان انت من عيلتي وعيلتي كبرت بيكي يعني، ويشرفني وجودكم كلكم على راسي. انا على فكرة وصلت ل1500 مشترك، اخ واخت، بس مش عارفه المشاهدات فيه ايه، على ما اني والله العظيم ولا يعني الواحد ما يعني مشتركين حقيقيين داخلين بارادتهم، انا ما غصبتش على حد انه يدخل، بس مش عارفه انتوا بتشاهدوا بتكسلوا تحطوا لي اللايك ولا تكتبي لي كومنت، يعني اني صادقه، او اكتبي لي كومنت حلوه كده يشجعني ويفرحني. انا بقرا الكومنتات كلها وبرد عليها يعني. هنا طبعا بتقفلي بقى كده شمال او يمين، والمهم تجيبي بقى على الظهر كده وتحطيها في قلب الصينيه. مش حلوه شكل القرطاس ده؟ جميل، قرطاس ابو الهول ده. هنسميه قرطاس ابو الهول. شكله حلو وتحفه وجميل والولادي بصراحه كانوا عاجبهم يعني الشكل كده، يعني بعد التسويه كده بقوا مبهورين بيه. وما تغركيش ان الواحده تحس انها صغنونه كده، حالا في التخمير هتنتفخ وهتكبر وهتتوغل، وبصي هتروح في كذا حته كده. طبعا هتفتحي الفتحه اللي هي من الجنب من فوق دي بالسكينه. اعذروني بقى لو انا بطول في الفيديو، عشان اعرفك كل تكايه وتحفظي التشكيل، عشان ايه ما تتوهيش منه، وتعرفي تعملي انا عملت التشكيله دي ازاي، يعني تعرفي انا بعمل التشكيله دي ازاي. زي الكربايه بالظبط، شايفين هي لزق، مش محتاجه ان انا الزقها، هي لزقت لوحدها ومورقه وجميله، وشكلها كده والله العظيم بعد التسويه طراوه كده، طراوه طراوه. طبعا هنا بقى كان اختمر، سبته برضو ساعة على الصواني كده كان اختمر. بدأت اجيب هنا حبة لبن وادهن بالفرشة. عندك بقى مية بسكر، ممكن تجيب ربع كوباية مية وحط عليها معلقة سكر كبيرة وتدهني. الدهان اللي انت عايزة تدهنيها ببياض بيضة او صفار بيضة براحتك، بس انا هنا لاغيه البيض خالص من الوصفة، لان انا اساسا محبش البيض في المعجنات. وهقولك دلوقتي هتعملي ايه عشان تخلي وشه يلمع كده زي اللي في البيض. خليكي بس معايا للاخر، ما تسرعيش الدنيا وتجري، خلي الدنيا تبقى براحتها كده، كل حاجه تاخد وقتها. طبعا هنا حطيت حبه البركه وسمسم، وبقيت اثبته تاني بالايه باللبن، عشان طبعا بعد التسويه السمسم ده في ناس بتشتكي ان هو بيقع. لا، انت لما بعد ما تدهني وتحطي السمسم وحبه البركه ترجعي تاني بالفرشه وتقومي مثبتاه. طبعا هنا كان طلع بقى من الفرن وهو سخن، كنت حاطه معلقه زبده كده مسيحاها. بدات بالفرشه ادهن وشه عشان يديني اللمعه الجميله اللي انتوا شايفينها القمر دي. وبدات اغطيه بقى، اهم شيء تغطيه ولا تحط له ميه ولا اي حاجه. شايفين بقى اللي يعرفك ان الطريقه ناجحه، ان البتيهايه بترجع لك تاني، انت بتصفطيها بترجع زي الاسفنجيه ترد لك تاني. وتسويته جميله. طبعا انا قايده الفرن قبلها بربع ساعه، وساعة ما دخلته على في الأرضية كده بدأ يدي لون، رفعته على الشبكة وبدأت أقيد له الشواية من فوق. وأهم شيء يكون الفرن سخن قوي، علشان طبعا يعني ينفش معاكي كده. شوف عمل كمية جميلة، موفر وسهل وبسيط ومش مكلف وكله من البيت. واتحداكي ان انت ما يطلعش معاكي بالطريقه دي، لو انت اعتمدتي طريقتي دي ومشيتي على الخطوات، اتحداكي ان انت ما تطلعوش بالطريقه الجميله دي. وشايفين مورق شكل الكونو، شكل القراطيس كده. باتيه القراطيس، هسموه لكم الباتيه القراطيس. انا قاعده اخترع لكم في اسامي اهوت. فياريت لو عجبكم وجربتوه ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه، وتعليقاتكم الجميله اللي انا بتسعدني اما بقراها. طبعا هنا شايفين هبتدي افتحه بقى كده، قطني ومورق وكل حاجه محتفظه بنفسها.